أهلا بكم. مروان وهشام، صورتان لمعاناة فوق العادة بمدينة تيزنيت. أكبرهما سنا لا يتجاوز ربيعه الثالث، تخلت عنهما الأسرة وترك لمصيرهما في الشارع. قصتهما أثارت النسيج الجمعوي، فتدخلت المصالح المعنية، لكن دون جدوى. عاد للشارع من جديد. تحركت هذه المرة المواقع الاجتماعية، فكان أن أدخل الطفلان لجناح المتخلى عنهم. ربورتاج حسين وزيق، راشد لطفي. مروان 2.5 وهشام 3 سنوات، طفلين سيظل اسمهما عنوانا للإهمال الأسري والمجتمعي للطفولة بالمغرب. الطفلين وبعد قصة تهميش حقيقية أحيلا نهاية شهر غشت الماضي على جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت. الطبيبة المشرفة تطمئننا على حالتهما الصحية رغم أن حنان الأم لا يعوض. ميمكنش أي ستركتور تقدر تعوض الرعاية الأم والحنان الأم، ولكن هنايا على الأقل كاينة رعاية من ناحية المأكل ديالهم، من ناحية الملبس، من ناحية الضروريات اليومية. وبالنسبة للمجال الصحي حنايا كنواكبوا الصحة ديالهم وكنراقبوا التغذية ديالهم. الدور ديال الجمعية كتقوم بالتغذية وتوفير التغذية والملابس لهاد الأطفال، وكنحاولوا دائما أننا نوفر لهم ذاك الجو الأسري اللي هما محرومين منه. إنها قصة تجمد الدم في العروق، فبعد وفاة الأب تخلت الأم عن طفليها مكرهة أمام قصر ذات اليد، وتركت مروان وهشام يواجهان مصير التشرد. هنا بإحدى الأسواق الشعبية لتيزنيت كانا يرقدان بهذا المكان لأزيد من 8 أشهر، وبعد ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي أكدت العديد من الجمعيات بتيزنيت أن النيابة العامة تداركت خطأها الأول وأمرت في قرار ثان إحالة الصغيرين على قسم الأطفال المتخلى عنهم بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت. هذا القرار يعني المفاجئ للنيابة العامة أثار استغرابنا يعني كجمعية، وأثار استغراب الرأي العام المحلي. وبعد يعني ضجة أخرى إعلامية كبيرة حول هذا القرار، النيابة العامة قامت باللازم وأمرت بإيداع الطفلين إلى المستشفى المحلي بتيزنيت، وبعده طبعا تم تحرير محضر التخلي من طرف الأم. فيما يخص المطالب ديالنا نطالب وزارة الأسرة والتضامن من أجل وضع مخطط على أرض الواقع، يعني تطبيقه على أرض الواقع عوض أن يكون حبرا على ورق. فالطفولة المغربية تعاني وتعاني جدا. تمت إحالة هاد الأخوين مروان وهشام بأمر من وكيل جلالة الملك المحكمة الابتدائية لإقليم تيزنيت يوم 29/8/2016. وكما تشوفوا بعد الزيارة الميدانية اللي قمنا بها في المكان المخصص لاستقبال الأطفال المتخلى عنهم، فقد تم استقبالهما من طرف الطبيبة المختصة في أمراض الأطفال، وتمت معاينتهما والحالة ديالهم في الصحة جيدة. قصة مروان وهشام نموذج غير مشرف لوضعية الطفولة التي وضعت المغرب في مرتبة غير مشرفة، فقد حلت بلادنا في الرتبة 74 عالميا في مؤشر لحقوق الأطفال أصدرته منظمة حقوق الأطفال مؤخرا، وشمل 163 دولة. مروان درسي سقوسن دهيشام كرادي سقوسن سيربات نمزين غاني يتماتن لوري الطفنا يدرسن غامان دقاني جيجيلن أمقارون ويور نغوش اللي زرين إيوين نيد سوا ماس اللي زلين سوا الراون دي فرخان اللي وري الطفن توجا اللي لانا غوينو سفر مقورن تيزنيت غصات تدوسيد الصحتن سنور تيغوميا مشروفين ماتسن وروفين تسا متني تقبلن. ميمكنش أي ستركتور تقدر تعوض الرعاية الأم والحنان. وري اللي ما يصدرنا يلي غود غار دوانسا نماتسن ماش نكنين نضفر غيد نقابلتن نسيت نسطيط تمقورن أرسنك أينات نكلو إخصان غوغن سادة الصحة ديالهم وكنراقبوا التغذية ديالهم. الدور ديال الجمعية كتقوم بالتغذية نكنينا غتم سمونت أرسنك مجتان أرسنك تيملسيت زوند نيت إغلان قرتا وجانسن اللي هما محرومين منه. مروان هشام يموت بابات سنسول مزين دمات سنور طافاميا وردرسن ما غتزدغن ترول ماتسن تفلتني دو وحداتن غيدا غسوق نوغن سنتيزني تاغوغن تميا وحانو اللي الزنزاني فلوسن غيدا أغوغن وقرنو سقواس
تيم سمونين ارتينينت إرغاز انتضاف أورتكرن تورينسن ارتيكليتي سنات اتنوزن سواماسي شيران ديربات نمزين الحسنة مزوارو اللي لان اختيزنيت. هذا القرار يعني المفاجئ للنيابه العامه اثار استغرابنا يعني اول نرجاز انتضافا كنينا خدم سمونين اورنديد سنلا غوم زوارو ارتيغيرا كدنا ولنسن افدتني داوين سوا مساد الحسنه مزوارو اللي لان اختيزنيت المحلي بتيزنيت. وبعده طبعا تم تحرير محضر التخلي من طرف الأم. تمت إحالة هاد الأخوين مروان وهشام بأمر مروان هشام يتمتند السينوش كان دارنغس وولا الوكيل نوغليد اختيزنيت السمقرو غير نغشت دنكنين نسبر ركسيسن زند كله إفرخان مزين يضنين نقابلتن تدوسينسن هن أورتياغوميا من طرف طبيبة مختصة في أمراض الأطفال، وتمت معاينتهما والحالة ديالهم في صحة جيدة. اي اللي جراني مروان هشام اختيزنيت ايغاغ توري اللي يجان تمازيرت النغ التيلي غي سويرني مكورا قرت ميزار يضن اللي غا تقال مغربة تي السمرا ودكوز غي زرفان نيفرخان دوارا ونمزين اللي دي فاغنو السنة دي مكورا قرو قارا انتميضي د سمراو انت ميزار يضنين اللي لان غمضال.